مساء الفل عليك يا صديقي العزيز، أهلا بيك مرة تاني. والحلقات اللي احنا قلنا ان احنا هنعملها ان شاء الله عن تحليلات كأس العالم للأندية. أولا أنا بشكركم جدا جدا على كل التفاعلات اللي وصلت لي، وكل الناس اللي بعتوا لي آرائهم سواء على الفيسبوك أو على يوتيوب. وإن شاء الله أحاول إن أنا أطور كمان أكتر في الموضوع، وبجد متشكر جدا جدا للتفاعل وردود الأفعال اللي أنا شفتها. النهارده انا طبعا كان في بعض الناس اتكلموا معايا على انه عايزين الوقت بتاع الحلقات يبقى اقل، لكن هحاول على قد ما اقدر بعد كده ان انا اقطع الحلقات وانزلها مقاطع على صفحتي على الفيسبوك، زائد ان انا هحاول اختصر لو في حاجة مش مهمة، فهحاول ان انا اقطعها او اختصرها، او احاول ان انا اشيل الفراغات، مثلا اسرع وقت الحلقة على قد ما اقدر. لكن خلينا نتكلم على انه مبدئيا كده انا متشكر جدا على تشجيعكم وردود افعالكم، وان شاء الله ربنا يجعلني قدها واقدر ان انا اطور كمان ويبقى الموضوع احسن واشيك بكتير يعني ان شاء الله. قبل ما ابتدي اي كلام، طبعا زي ما اتفقنا ان احنا في كل مرة اول بداية كل حلقة هندعي لاخواتنا في فلسطين، وان شاء الله انا مش بتكلم بس بالمناسبة على غزة، انا بتكلم على المثلث كله بتاع خريطة فلسطين. اتمنى يجي اليوم اللي نعيش ونشوف ان الخريطة دي كلها مكتوب عليها فلسطين في الخرائط الرسمية. طيب خلونا نبدأ على طول بقى حلقتنا ان شاء الله من غير تضييع وقت. هو النادي الاهلي لعب ازاي الماتش اللي فات، علشان نقدر نعرف هل هو هيلعب بنفس الطريقه اللي هيلعب بيها الماتش الجاي ولا لا. الحقيقه انا عارف ان ده كان المفروض انهم يبقوا حلقتين. حلقه كنت هتكلم على الاهلي لعب ازاي قدام انتر ميامي، والحلقه التانية كنت المفروض ان انا هتكلم على الاهلي هيعمل ايه قدام بالميراس. لكن المشكله يعني طبعا للظروف خارجه عن ارادتي ما قدرتش ان انا اسجل الحلقه اللي فاتت اللي هي بتاعت ماتش انتر ميامي بعد الماتش على طول، وفي نفس الوقت كنت محتاج ان انا اربط الاتنين مع بعض وهتشوفوا ازاي. طيب الماتش اللي فات، وللامانه انا شفت كتير جدا ناس يعني اتكلمت غلط في حته الطريقه اللي الاهلي لعب بيها. ناس كتير قوي اتكلمت ان الاهلي بيلعب 4-4-2، ناس كتير قالت لا الاهلي بيلعب 4-2-3-1 بس هو حاطط امام عاشور جناح مبتدي بيه، وناس اتكلمت انه لا ده هو الاهلي بيلعب 4-3-3، وناس بتتكلم يعني حاجات كتير قوي، كلام كتير قوي، وللامانه ما كانش مظبوط. طيب الاهلي لعب ازاي؟ الاهلي لعب بطريقه 4-2-2-2. الخطه كانت ببساطه انه هما مذاكرين انتر ميامي كويس جدا، فعارفين انه فريق انتر ميامي بيلعب دايما في العمق، وكل الفرقه بتخدم على واحد اسمه ليونيل ميسي. فاحنا كل هدفنا في الحياه ان احنا هنقعد ندور اللعب في كل حته في الملعب لغايه لما نوصل لليونيل ميسي اللي دايما بيكون في العمق علشان نديله الكوره. طيب فانا هعمل ايه علشان الاعب فريق الاساس بالنسبه له ميسي؟ ان انا اقفل له العمق ده، اعمل له زحمه في نص الملعب او في عمق الملعب، مش مهم خالص عندي الاطراف. طيب دي اول نقطه اللي هي هجوم انتر ميامي. دفاع انتر ميامي عندهم المدافع الايسر كويس وسنه صغير وامكانياته كويسه. كتير بيكون طاير زي ما قلت لكم المره اللي فاتت، لكن في اوقات كتير جدا ان هو اساسا مدافع فعنده قدرات دفاعيه مش بطاله، فلو رجع هيعرف ان هو يغطي كويس. لكن المدافع الايمن زبون، فانا هوجه كل اللعب ناحيه اليمين بتاعه انتر ميامي او الشمال بتاعه النادي الاهلي. هنشوف ازاي. مع اول بدايه المباراه كان دايما الخطه الاوضح والفكره يعني اللي سهله جدا كانت موجوده، انه لو قلنا ان ده وسام ابو علي بيترحل شويه ناحيه اليمين، وتريزيجيه بيرحل شويه ناحيه الشمال، وبيخش الاثنين دول امام عاشور بيخش في النص كمهاجم وهمي، ومحمد علي بن رمضان بيبقى اخره هنا عند تلت الملعب. فبتتلعب الكوره على، بنطلع دايما على تريزيجيه، يكون امام اتحرك له بين الاثنين مدافعين. ليه؟ لان دول لما بيفتحوا اللعب وهم على الورق ودايما في الخطه بتاعت
انتر ميامي، ان دول الاثنين المهاجمين بتوع النادي الاهلي، فغصب عن الاثنين المدافعين بيروحوا معاهم، فهيوسعوا مسافه كبيره في النص بينهم في الحته دي، يجري فيها زي ما انت عايز بقى امام عاشور او بن رمضان. طيب ليه امام عاشور؟ لان هو جودته اعلى بكتير، والتفاهم بينه وبين تريزيجيه اكبر بكتير من بن رمضان. وبن رمضان كان دايما بيبقى هنا، لان كمان بدنيا محمد علي بن رمضان ما كانش قادر، ما كانش هيقدر ان هو يروح لغايه الست ياردة بتاعت انتر ميامي ويرجع جري يشارك في عمليه الدفاع. فالمدرب قال له خلاص خليك انت لغايه هنا، بحيث لو فرضنا انه الهجمه اتقطعت او الكره اتقطعت من النادي الاهلي، انت هتقف هنا تحاول تستعيد الكره تاني، وتبقى اول بدايه عمليه الضغط على بال ما امام يرجع ويشارك مع المدافعين. لو قدرت انك انت تاخد الكوره حاول تشوط، لان هو محمد علي بن رمضان بيشوط كويس من بره منطقه الجزاء. الدنيا كانت ماشيه زي الفل اول ربع ساعه، الى ان اتصاب الراجل الطاير ده. اتصاب وخرج في اول ربع ساعه امام عاشور، فلخبط حسابات المدير الفني بنسبه، فاضطر ان هو عايز يلعب واحد عنده نفس الامكانيات بالظبط بتاعه امام عاشور. مين عنده امكانيات امام عاشور؟ قاعد بره بالظبط، اللي هو يقدر ان هو يكلفت المدافعين، يقدر ان هو يتحرك بين الخطوط، يقدر ان هو يبقى عنده جوده كويسه ومهاره كويسه انه لما يستلم الكوره يا اما يشوطها على الجون، يا اما يقدر ان هو يحرك زمايله. لان من ضمن برضه كان امام عاشور ممكن لو دخل هنا لا حد جاي معاه قافل عليه، فيقوم متحرك كده شويه على بال ما تريزيجيه يخش له هنا ياخدها منه او هنا. طيب للاسف كان الحل الوحيد اللي قدام ريبيرو انه ينزل اللاعب زيزو. طيب ايه مشكلة زيزو؟ مشكلة زيزو الاولى انه بدنيا مش هيقدر ان هو يكمل ماتش كامل الا ربع ساعة، يعني ساعة وربع. وفي نفس الوقت لو هتحاول انه يعني هو ممكن ان هو يدوس على نفسه ويحاول ان هو يجتهد جدا 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 ان هو يتحرك زي امام واحسن، بس للاسف هيجي في الشوط الثاني هيقع، مش هيقدر ان هو يروح ويرجع. هو الخطه كلها كانت مبنيه على انه الاثنين دول بيروحوا ويجوا، ودول بيفتحوا كده ويرجعوا. يعني هما تريزيجيه ووسام. وسام كان احيانا يدخل في النص واحيانا يفتح على اليمين، تريزيجيه هكذا احيانا يفتح على الشمال واحيانا يخش مهاجم تاني. فاحنا عايزين نحافظ على نفس الريتم ونفس النسق. للاسف ما قدرش بقى زيزو ان هو يكمل. طيب انا اعتراضي على ايه في نزول زيزو؟ زيزو لعيب كويس جدا جدا، لكن انا كنت شايف ان ممكن يبتدي مثلا بواحد زي طاهر في المكان ده، ويديله واجبات دفاعيه برضه في نص الملعب وكل حاجه. ما كانش هيعملها باعلى جوده في الدنيا، بس على الاقل هيقدر ان هو يسند معاك شويه لغايه لما يجي في الشوط الثاني. لو فرضنا انك عايز تغير، مثلا عايز تطلع تريزيجيه، مفيش مشكله طلع تريزيجيه ونزل زيزو، او غير الطريقه، لاعب مثلا طاهر هنا وتريزيجيه هنا ووسام هنا، تمام، وبن رمضان هنا. لو بن رمضان تعب هتقدر انك انت تنزل ساعتها بقى زيزو، هيبقى هو اللي هنا وهو اللي بيروح ويرجع، لانه هيبقى عنده نفس ان هو يعمل ده. يعني ما علينا. فهو اللي حصل انه نزل احمد سيد زيزو، فزيزو عمل نفس المهام بالظبط. وعلشان كده الاهلي كان تفوقه في الشوط الاول في الاساس في الريتم، ان الاهلي كان رتمه سريع جدا، ففريق انتر ميامي اتخض، لان هو ما كانوش متوقعين ان النادي الاهلي هيبقى بالشراسه دي وبالسرعات دي وبالتفاهم ده، لانه كل المعلومات اللي جايه لهم ان اللعيبه دول معظمهم لسه متكونين قبل البطوله بكام يوم، فمش هيعرفوا ان هم ينسجموا بالسرعه دي، فاتخضوا لما لقوا كده. طيب الشوط الثاني عملوا ايه؟ قال لك بسيطه خالص، انا بدل ما عمال احاول ان انا العب في النص لميسي او في العمق لميسي، لدرجه ان هو كان طبعا الاثنين دول قاطعين عليه ميه ونور، حتى ان هو علشان يلمس الكوره اضطر ان هو ينزل لهنا في نص ملعبه
ما تلعبونا يا جماعه معاكم شويه ما تورونا الكره دي شكلها ايه، انا ما شفتهاش من اول الماتش. فكان بيضطر ان هو ينزل كتير جدا فبيفقد خطورته. حتى لما الكره الوحيده اللي استلمها وشاطها في الشوط الاول كانت الشوطه طالعه ضعيفه جدا، لان هو كان مش عارف ان هو يوصل للكره اصلا يعني، او مش يعني دايما بيستلم وهو مش مرتاح ودايما مقفول عليه. جه الشوط الثاني قالوا خلاص احنا هننزل واحد يستلم من الجنبين، احنا هنبتدي نطلع على الجنبين، والجنبين دول هيحاولوا ان هم يتحركوا، بالذات الجنب اليمين اللي هو اللي كان عطلان خالص في الفريق، فريق انتر ميامي. وهنحاول ان احنا نبتدي نشتغل من على الاجناب، لانه النادي الاهلي فضي الاجناب خالص لانه معتمد ان احنا ندخل من العمق. فرح ريبيرو قال بسيطه خالص، انا هحرك بقى زيزو بدل ما كان في النص مع محمد علي بن رمضان، لا هيتحرك، هيبقى وينج يمين، وهيبقى هنا تريزيجيه ناحيه الشمال، وهيبقى اسامه ابو علي، ونبقى الطريقه يبقى نفس طريقتنا بقى، نبقى 4-2-3-1 او 4-3-3 بالشكل ده. هنا محمد علي بن رمضان وبيروح ويرجع، وهنا تريزيجيه، وهنا زيزو، وهنا اسامه ابو علي، اللي هي الطريقه العاديه خالص التقليديه. الطريقه دي كانت هتبقى ناجحه جدا، بس حصل مشكلتين. مشكله كانت في نهايه الشوط الاول، ضربه الجزاء اللي ضاعت، اللي خرجت تريزيجيه بره المباراه خالص. تريزيجيه من بعد ما ضيع ضربه جزاء خلاص المباراه بالنسبه له انتهت. وفي نفس الوقت المعدل البدني ابتدى يقل، خصوصا عند وسام ابو علي وزيزو ومحمد علي بن رمضان. ليه؟ لأنه محمد علي بن رمضان بقاله أكتر من 3 شهور تقريبا ما بيلعبش خالص أي مباراة رسمية، فحتى لو بيتدرب على طول برضه ما يديلوش رتم الماتشات من وفي ماتش افتتاح كأس عالم، فالموضوع كان هيبقى صعب جدا معاه. زيزو هكذا 3 شهور أو أكتر ما بيلعبش كورة خالص، بيتدرب كتير جدا وبدنيا ماشي، ممكن ان هو صحته كويسه وواقف على رجله، بس مش قادر ان هو يفضل بنفس الريتم لمده 80 دقيقه او 75 دقيقه. وسام ابو علي لسه جاي من رحله سفر طويله جدا، قبلها ب3 ايام، قبل المباراه ب3 ايام، وفي نفس الوقت عنده مشكله في الساعه البيولوجيه، لان هو كان في الخليج، واضطر ان هو يسافر، ما لحقش يعني، ما اعتقدش انه يلحق في 3 ايام يتاقلم على الساعه البيولوجيه. فابتدى المعدل بتاعهم بتاع الحركه للرباعي ده يقع، فعلشان كده شفنا النادي الاهلي بينزل قوي في المستوى بتاعه وفي الريتم بتاعه، لغايه لما ابتدت التغييرات بقى تباعا تتعمل والمباراه انتهت على كده. طبعا انا مش هعلق خالص على مستوى حسين الشحات ومحمد مجدي قفشه، لكن افتكر ان قبل المباراه قلت لك ان حسين الشحات عنده مشاكل كتير جدا، وانا مش موافق ان هو يلعب في مباراه زي دي. تمام، افتكرها علشان لفت اهي، واللي انا قلته هو اللي حصل. طيب نيجي بقى لمباراة النادي الاهلي قدام بالميراس. ليه انا بقى قلت ان احنا هنتكلم على انتر ميامي ومنها نروح لبالميراس؟ هل النادي الاهلي هيلعب بنفس الطريقه برضو، اللي هو 2 هنا و2 كده وبرضو نفس الكلام كده؟ ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ لانه بقى فريق بالميراس بقى بيتحرك، شغله كله بيبتدي بناء هجمته من الاجناب، من الجنبين. احسن لعيبه عنده بيتحركوا دايما على الاجناب. غير كده ان هم عكس انتر ميامي في حاجه، انه انتر ميامي الكي بلاير بتاعه كبير في السن فحركته قليله، لكن ذكي جدا ومهاري سوبر اللي هو ميسي. في بالميراس مهاريين كويس لكن صغيرين، الكي بلاير بتاعهم مثلا عنده 18 سنه اللي هو ستيفاو. ف هنعمل ايه قصادهم؟ بالمناسبه انا مش موافق قوي على فكره ان احنا بنقيم فريق بالميراس تماما من مباراه بورتو، لان هو تعامل بالميراس مع بورتو غير تعامل بالميراس مع النادي الاهلي. مش تقليل من النادي الاهلي، لكن هي بتتكلم على مساله امكانيات او مساله طريقه.
طريقه لعب بورتو غير طريقه لعب النادي الاهلي، فاكيد هو مش هيلعب هنا زي هنا، لانه مثلا انه كان عنده ثغره كبيره جدا في ماتش بورتو، بس بورتو ما عرفش يستغلها لان دي مش ميزه قويه عنده في التمركز بتاع المدافعين في الحاله الدفاعيه، وبالذات كمان في حاله التحولات اللي هو في الهجمات المرتده. بورتو ما عرفش يستغل ده لانه المهاجم بتاعه بطيء، ومش يعني هو هجام وقوي وكل حاجه، فبيقدر ان هو ياخد الكره الاولانيه ويقدر ان هو يستحوذ عليها، بس مش مهاري، وفي نفس الوقت بطيء شويه. فهتلاقي ان هم كان الهجمه المرتده بتموت بسرعه لبطء لاعبي بورتو. لكن النادي الاهلي لا، مش كده. النادي الاهلي عنده لعيبه سرعه جدا، بالذات الاجنحه. لو افترضنا ان هو هيلعب بتريزيجيه وزيزو، وفي نفس الوقت شرسين جدا في الهجمات المرتده. وسام ابو علي لو في مستواه الطبيعي اللي هم ما شافوهوش في المباراه الاولى، هيقدر ان هو يستحوذ على الكرة بشكل كويس جدا، يقدر يضمن لك ان الكرة التانية تبقى معاك، يقدر يضمن لك ان انت تطلع عليه بالهجمة زي ما هنتكلم بعد شوية. طيب، فعلشان كده انا من رأيي انه النادي الاهلي هيرجع تاني للطريقة الطبيعية جدا بتاعته، اللي هو 2 اجنحة صراح، ولاعب رقم 10 او مثلث مقلوب مع الاثنين الوسط، و4 ورا والشناوي. طيب، طبعا التشكيل يعني لا خلاف على محمد هاني. محمد هاني بالمناسبه ما كانش وحش قوي، هو ما ظهرش بشكل كويس، لكن كان ليه ادوار دفاعيه كويسه جدا وعملها على اكمل وجه للامانه. يعني احنا ما شفناش الين اللي هو الباك الشمال بتاع انتر ميامي خالص طول المباراه، ودي تحسب لمحمد هاني فيشكر عليها يعني. اشرف داري وياسر ابراهيم برضو كانوا كويسين جدا. وافتكر برضو ان قبل المباراه انا قلت لك ان دول اللي هيلعبوا. ما في كل الناس كانت بتتكلم على احمد رمضان بيكهام او على مصطفى العش، وانا قلت لك مش هيحصل. في الجنب الشمال بقى احمد نبيل كوكا اتصاب، وهو للامانه انا ما توقعتوش، وما زلت برضو مش مرجحه ان هو يبقى مش احسن حد يلعب باك شمال. لكن مين بقى مكان احمد نبيل كوكا، بما انه هو خلاص بقى امر واقع ان هو صعب جدا يلعب المباراه الجايه؟ برضو تاني انا عند رايي انه يحيى عطية الله لو سليم تبقى جريمة لو ما لعبش مباراة زي دي. لو سليم وفت، من الانصاف انه يلعب، لان هو فعلا الافضل دلوقتي في سكواد النادي الاهلي في المكان ده. لو مش سليم او مش فت، او مش هيقدر ان هو يعمل الميكس بتاع الدفاع والهجوم بشكل قوي، يبقى هنا غير المره اللي فاتت. المره اللي فاتت قلت لك يبقى كريم الدبيس، هنا اقول لك مصطفى العش. ليه مصطفى العش؟ لان انا عايز قدرات دفاعيه اكتر شويه، زائد انه هيحتاج ان هو كتير يعمل التغطيه العكسيه، ينضم للمدافعين علشان لما يحصل هجمات من ناحيه الشمال، الجناح الشمال بتاع بالميراس اللي هو كتير بتحصل. حلو. في النص الاتنين هم مروان وحمدي فتحي، لكن حمدي فتحي هيبقى له بعض الادوار في بداية اللعب او في الطلوع بالكوره. مروان انا مش عايز اشغله خالص، لان هو هيتحرك، هيقابل استيفاو لو دخل في النص، وهيساعد مصطفى العش لو اتحرك في الاجناب، في الجنب الشمال بتاعنا او اليمين بتاعهم، او غيره، لانه في كي بلايرز كتير بيتحركوا على الطرفين. قدامهم محمد علي بن رمضان، واعتقد ان محمد علي بن رمضان ابتدى ياخد حساسيه الماتشات بقى، ابتدى ان هو ياخد الريتم. محمد علي بن رمضان لعيب كبير جدا، امكانياته خارقه في وسط الملعب وفي البوكس تو بوكس، فهيعرف ان هو يساعد منظومه الدفاع، ويعرف يطلعك بالكوره، ويعرف يساعد في الهجوم ان هو يلم من ورا الثلاثه اللي في الحاله الهجوميه. لو كرة اتردت هيعرف ان هو ياخدها من هنا ويشوط على الجون، بيشوط كويس جدا. الحارس بالمناسبة بتاع بالميراس كويس، مش وحش، بس اضعف سنة من الحارس بتاع انتر ميامي. مع العلم انا برضو مصمم ان حارس انتر ميامي ما كانش اخطبوط يعني، ولا كان
حاجه مرعبه قوي خالص. هو الفكره كلها ان كل الكور، انتوا راجعوا كل الكور اللي صدها هتلاقوا متشاطه في زاويته، بس هو رد فعله كويس في مكانه، لكن انت ما حاولتش تحطه في اختبار صعب عليه. يعني ما لعبتش كوره، حتى ضربه الجزاء اتشاطت بمنتهى السذاجه اللي في الدنيا. هنتكلم في مره بس بعد البطوله هتكلم على ايه حكايه تريزيجيه مع ضربات الجزاء، وحكايه قديمه، ارث قديم، انه امتى كان بيتخانق علشان يلعب ضربه الجزاء، بس في المره دي في الموقف القديم بقى ما لعبهاش، لان كان في حد قوي اقوى منه قال له لا مش هتلعب. كان محمد صلاح ساعتها. هبقى احكي لكم الحكايه، فكروني بيها بعد البطوله. لكن الفكره ان انا بقول لكم انه الحارس بتاع انتر ميامي مش رهيب جدا قد ما احنا اللي كنا ساذجين شويه في الكرات اللي بتروح له، انها دايما بتتشاط في زاويته او في الحته اللي هو واقف فيها. حارس بالميراس هكذا عادي، يعني مش حاجه خطيره جدا يعني. طيب بالميراس بيلعب بثلاثة ورا وبعدين أربعة وبعدين ثلاثة، اتنين جناحين ومهاجم صريح. هل ده هيفرق معانا في توزيعة الملعب؟ لا خالص، لأن هما الثلاثة اللي ورا دول دايما هو الهدف منهم، واعتقد ان هو مش هيلعب بثلاثة ورا في ماتش الاهلي، بس حتى لو فرضنا ان هو لعب زي ما لعب قدام بورتو، ان الثلاثه اللي ورا دول كان برضو بيبقى دايما في فراغات بينهم، وكان عندهم دايما واحد بيروح مع المهاجم بتاع بورتو. لكن احنا بالنسبه لنا اعتقد انه لا، هو هيلعب باربعه عادي، لان هو الفترات اللي فاتت كلها كان معظم الوقت بالذات في الدوري البرازيلي بيلعب باربعه ورا. يعني ثلاثة دي كانت جديدة عليه، هي كانت ممكن تكون زيادة شوية في التأمين علشان بورتو فريق قوي في التحولات وعنده مهارات كويسة في الهجوم وعنده لعيبة صراع لأنهم صغيرين في السن. ده باختصار كده الطريقة اللي أنا متوقع إن النادي الأهلي يلعب بيها. النادي الأهلي لازم يصدق إنه يقدر يكسب، مش يتعادل، يقدر يكسب المباراة. النادي الأهلي عنده، اعتقد ان الموقف بتاع تريزيجيه الماتش اللي فات خلاه اتشرس اكتر، وخلاه يبقى عنده اصرار اكتر على ان هو يثبت نفسه ويثبت ان هو لعيب كبير وصفقه مميزه للنادي الاهلي. زيزو اعتقد انه اشتغل على نفسه الكام يوم اللي فاتوا دول علشان يعلي من لياقته البدنيه علشان يقدر انه يلعب المباراه كامله من اولها لاخرها 90 دقيقه. محمد علي بن رمضان هكذا، اعتقد ان هو عنده من الاصرار والخبرات والقوه اللي تخليه يقدر ان هو يشتغل على نفسه ويلعب ال 90 دقيقه. طبعا في لعيبه هيبقى لها دور، انا متاكد في الشوط الثاني اشرف بن شرقي هيبقى موجود، على حسب بقى لو احنا النتيجه كانت في صالحنا مع نهايه الشوط الاول او بدايه الشوط الثاني، هتلاقي في الدقيقه 60 اليو ديانج بينزل مكان محمد علي بن رمضان ويقفل لك خط النص ده تماما ضبه ومفتاح زي ما بيقول. لو كان لسه النتيجه مقربه معانا او لا قدر الله كنا خسرانين، هتلاقي اشرف بن شرقي بينزل وهتلاقي زيزو بيرجع 8. وممكن جدا تلاقي، ما تستغربش يعني لو لقيت اشرف بن شرقي نازل مكان حمدي فتحي مثلا او مكان مروان عطيه، وينزل هنا ويقلب الطريقه ل 4-1-4-1. تمام. ده في حالة لو الدنيا فضلت مقربة معانا، وطبعا هيبقى زيزو تريزيجيه هو اللي الناحية دي واشرف بن شرقي هيبقى ناحية الشمال. ده كده ملخص يعني ما قبل او المراجعة النهائية لمباراة الاهلي وبالميراس. اتمنى التوفيق للنادي الاهلي، متأكد ان النادي الاهلي يقدر ان هو يخرج بالمباراة دي لبر الامان. متوقع ان المباراة دي تخلص تعادل، اتمنى تخلص بفوز النادي الاهلي ويقدر يعملها. فريق بالميراس هو اقوى فرق المجموعة، واحد من اقوى فرق البطولة بالمناسبة، من المرشحين للفوز بالبطولة. لكن اعتقد انه النادي الاهلي عنده برضو امكانيات مش قليلة لو استغلها صح، ولو عرف انه يقفل صح على الفريق البرازيلي. الفرق البرازيلية عموما بتزهق بسرعة، يعني بيفضل يحاول مثلا يرقصك، لو معرفش يرقصك هيضربك يعني تمام. فعصبيين شوية، بيخرجوا عن تركيزهم بسرعة، انت تقدر تستفزهم. اهم حاجة بالمناسبة
اذا كنت في مباراة انتر ميامي كان هدفك انك تعلي الريتم وتسرع الريتم قوي بالذات في الشوط الاول عشان تقدر انك انت تكتسحهم، في المباراة اللي جاية انت هدفك انك توقع الريتم جدا وتبطئ الاداء جدا علشان تعرف تستحوذ على الكرة وتستفيد بالكرة وتزهقهم، لان هم لما بيزهقوا بيغلطوا وخصوصا في الناحية الدفاعية. لو وصلنا لحد هنا يبقى الكلام عجبك، فانا ما تبخلش علينا بقى باللايك الجميل، وبرضو مستني تعليقات تاني، ويا ريت يا جماعه تكتبوا لي حتى تعليقات كمان على اليوتيوب في الكومنتس علشان اقدر ان انا اطور من ال الشغل بتاعي والمضمون، وان شاء الله اللي جاي هيكون افضل واحسن والجوده هتبقى احسن بكتير ان شاء الله. استنوني وربنا يسهل كده، يعني النادي الاهلي يقدر يساعدنا ان احنا نقول كلام كتير قوي وكبير قوي في الكوره. شكرا ليكم، سلام.